بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس محمد نجم، وأنت بتشوف قناة أكاديمية النيل للتدريب على اليوتيوب. أهلا وسهلا بيك. إن شاء الله دي الحلقة الثالثة من سلسلة تنظيف وتسريع الويندوز. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت عشان يبقى متواصل معانا هتلاقيها موجودة في الآي فوق أو هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف تحت. تمام؟ من فضلك شوفها وارجع عشان بس تبقى عارف احنا رايحين فين وجايين منين. في كل مرة بأكد من فضلك افهم، استوعب، شوف الحلقة للآخر وبعد كده طبق. أكبر مشكلة بتقابل أي مستخدم ويندوز، بتقابلنا كلنا، عملية الإقلاع صعبة قوي. لما الجهاز بيجي يشتغل بيبقى تقيل. نعمل إيه؟ بص للصورة اللي قدامك دي كده، تخيل كده إنك أنت الشخص ده وحضرتك كل يوم الصبح ملزم إنك تجر الفريق ده كله وراك. دوت مايكروسوفت إيه مثلا ايدج، ده كرييتيف كلاود، دوت جوجل كروم، دوت اي دي ام. ملزم انك انت تجر الليله دي كلها وراك كل يوم. ينفع؟ مش هتقدر. لو قدرت النهارده مش هتقدر بكره، ومع الوقت هتتعب. هو ده اللي بيحصل لجهازك. تمام؟ انت محمل عليه في الاقلاع كتير. طب اعالجها ازاي؟ بسيطه. بينزل بالماوس، خليها هناك مع الماوس على الشريط الرمادي اللي تحت، وتعمل رايت كليك وتختار تاسك مانجر. هيطلع لنا التاسك مانجر. تمام؟ هيطلع لك بالشكل ده. انا مش عايز دي، هتقوم داخل على قائمه ستارت اب. هتيجي بقى تلاقي كل الكلام اللي انت شايفه ده. بص يا سيدي، هتلاقي حاجه اسمها انيبل وحاجه اسمها ديسيبل. ديسيبل دي يعني ما بتبتديش مع الاقلاع. خلاص؟ طيب انا عندي الادفانسد لازم يبدا معايا، عندي افاست برضه نفس النظام. هتلاقي مثلا عندك، هتلاقي الاي دي ام ده هتلاقيه كده. ماشي؟ لا، اقوم دايس عليه واقول له اعمل لي ديسيبل، اخفيه، مش عايزه يبدا. واخد بالك؟ قيس بقى على كده في كل البرامج بتاعتك. ماشي؟ هنزل لتحت كده، في عندك ويندوز مثلا سكيورتي ما تقدرش تلغي. تمام؟ افاست برضه نفس النظام. شوف انت بقى البرامج اللي انت مش محتاجها في البدايه والغيها. خلاص؟ هنرجع تاني للقائمه دي بس مش وقتها دلوقتي. ده اول امر. تاني امر، في حاجه غريبه جدا بتحصل. يعني في ناس ابص الاقيها بتتواصل معايا على الفيس، الاقي واخد سكرين شوت الشاشه فيها ما لا يقل عن كم برامج جامد، مش عايز احدد. طب البرامج اللي قدامكم دي يوميا مفيش يوم بيعدي الا لما بستخدم على الاقل 90% من البرامج دي. البرنامج اللي حضرتك ما بتستخدموش من فضلك الغيه، ارفعه من على الجهاز، ولما تحتاجه بسطبه. مش صعبه يعني. زي ما هتحافظ على الجهاز بتاعك هيحافظ عليك ويريحك. اتفقنا؟ وعمليه ازاله البرامج مش محتاج ان انا اضيع وقتكم فيها. دي حاجه. تاني حاجه اهم شيء بقى، اللي هي مدخلات النظام، الريجستري. ايه الريجستري؟ الريجستري ده اللي هو مخزن الاسرار والمعلومات بتاعت الجهاز بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا جيت فتحت برنامج معين، جيت رفعت برنامج وسطبته تاني، جيت عملت ملف وحفظته في الحته الفلانيه. السيستم بياخد مفاتيح من شغلك دي كلها ويحفظها في الريجستري اللي هي ملفات ادخال النظام. تمام؟ مع الوقت الملفات دي بتتقل. تمام؟ وبتعمل ايه؟ بتقل لك الجهاز بتاعك. طب انا عايز اخلص منها. تخلص منها عن طريقين، يا اما شورت كات يا اما برنامج خارجي. ونصيحه لوجه الله، ما تفكرش انك تخلص من ملفات الريجستري دي او تنظفها باوامر داخليه. اوعى. انت محتاج برنامج خارجي. برنامج مثلا زي اخينا ده، سي كلينر. تمام؟ برنامج زي الفل وفي باقه مجانيه حلوه، يعني هتقضي لك الغرض. هتمسح فيها الريجستري او تشتغل على ادفانسد سيستم. ماشي؟ ما تشتغلش باوامر داخليه. ايه الامر اللي بيشتغلوا عشان برضو تكونوا عارفين؟ اهو، بتيجي تكتب ريجيديت في البتاع وتكتب له اوكي، بيدخلك على الريجستري ويقول لك امسح بقى الملفات. انا ما انصحكش تشتغل بيها، والقرار الاول والاخير ليك. اتفقنا؟ طيب انا باجي على برنامج ادفانسد سيستم اللي انا شغال عليه اهو، وبقول له اشتغل لي ريجستري، نظف لي ملفات الريجستري. بيدخل يقول لي بقى ايه، اعمل لك سكان لي او اقول له سكان لي كله. واخد بالك؟ على حسب بقى قدره الجهاز بتاعك، وعلى حسب انت بتنظف باستمرار ولا لا. هياخد وقت. عندنا هنا مش هياخد وقت، وانا مش محتاجه، لان كده كده هي بتتعمل اوتوماتيك. زي ما انتم شايفين البار بينزل معاكم باستمرار. خدت بالك؟ هنقوم قايلين له كلوز، خلاص اقف يا عم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معلش بقى بياع رزق. جات لي الملفات اللي انتم شايفينها دي اهي. باجي اقول له ايه؟ اقول له فيكس، نظف الليله دي كلها. خلاص نظفها لك.
في جزء من السنه. خلاص، بس هتبص تلاقي الجهاز بتاعك خفيف زي الفل، مفيش فيه اي مشاكل. تمام. ومعلش ليا رجاء بسيط، واتمنى ان الفيديو ما يكونش تقيل عليك. لو حسيت ان انا قدمت لك معلومه، ان انا افدتك بحاجه، يسعدني جدا انك تكون اخ وصديق من خلال اشتراكك في القناه. تمام. وتفعيل زر الجرس. ومش هوصيك بقى، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل شير. لو قابلتك اي مشكله تفاعل معايا، وانا ما برد، ما فيش حد ما بردش عليه، سواء على الفيس، على التليجرام، على تعليقات القناه. اتفقنا؟ ومتشكر جدا لوقتك، ويا رب اكون قدمت لكم افاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.